السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا ملاح، ان شاء الله نلقاكم بصحة وعافية وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جيتكم باروع طبق ممكن يعني تحضروه وتتذوقوه، يعني يجي ما شاء الله. هي عبارة عن بطاطا محشية في الفرن. يعني نتكلوا على ربي ونصلوا ونسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنايا في هذا الطبق نستحقوا، هنايا درت اقل من نصف صدر دجاج مرحي، نسحقوا السمن، نسحقوا البطاطا. يعني هنايا شوفوا يعني كيفاه جات متحوفة الله يبارك، قطعيها بالطول ويعني تواسيها غير بالمغرف صغيرة، تحفريها بالمغرف صغيرة تجي. بصلة متوسطة مفرومة، و4 سنينات ولا 5 سنينات توم. والمكون الرئيسي هو مغيرفة ونص تاع فريك، هكدا مغرفة ونص فريك، مغرف فرماج، العقاقر نسحقو فلفل الكحل، كمون، سكنجبير وراس الحانوت، حبة بيض. هذه هي. أول حاجة نبداو بالعقدة. العقدة هنايا نسحقو هذاك الدجاج المفروم، درنا الفرماج، مغرفة لاموطارد، ومغرفة ونص تاع مغرفة ونص تاع فريك. صدقوني يا البنات ديروا هذه الطريقة، يعني ديروا الفريك وتشوفوا البنة اللي تعطوها كي تجيك خفيفة، يعني خير ما ديري الرز تجي ما شاء الله. هنايا نديروا الملح وفلفل الكحل الكمون، هذا ما كان. دوك نتيا لي زيبيس هنايا انتي وما حبيتي، انتي وما حبيتي واش ديري لداخل، يعني على حسب الأذواق. أنا يعني هنايا فضلت الكمون، يعني تجي روعة روعة. تاني هنايا درت مغرفة صغيرة تاع زبدة، بيسك علاه الزبدة تتمشى مع بزاف مع الصدر تاع الدجاج. كيما نعرفو الصدر تاع الدجاج هو ناشف، لازم كي نديرولو الزبدة يولي يعني الله يبارك يطري لنا هذاك الصدر تاع الدجاج. هنايا درت تاني بصلة مفرومة، درت شوية هكذا من هذيك البصلة المتوسطة اللي فرمتها هكذا. وديري المعدنوس هنايا، باسكو علاه المعدنوس تاني يزيد ينكهلك بيان سور درت مغرفة صغيرة تاع موطارد باش ما ننساوش هكذا. ونديرو تاني نديرو حبة تاع بيض، مي نفصل الصفار عن البيض، نديرو غير الصفار، باسكو علاه الصفار تاني يا البنات هنايا، الصفار راح يطري لنا هذاك الصدر، فهمتوني؟ خلوه بجاه. من جهة أخرى درت شوية زيت شوية سمن حتى نسخن ليه، رميت هذاك بون واش عندك ديري دجاج، هنايا ماشي صح في أنايا بازيت على الحشوة تاع البطاطا. هنايا درت أنايا غير جناح، انتي حبيتي ديريه في خدمتي وما حبيتي. كي يتقلالك شوية زيدي ارمي هذاك البصل وقليه على نار عالية، فهمتوا؟ على نار عالية هكذا. ورميت واحد 3 فصوص تاع توم مبشورين تاني مرحيين، بون على نار عالية هكذا كيما راكم تشوفوا. من بعد كي كيما يقولك تتكراميلا، شغل تكرمل هذيك البصل اللي يتكراميليزا. من بعد نزيدو لي زيبيس، نديرو هنايا الملح، في الكحل، سكنجبير بس كيما نعرفو السكنجبير يحب لي صوص بلانش، وقرصة تاع قرفة، ولا إلا عندك العود ديري شوية من هذاك العود، وديري شوية راس الحانوت هكذا. ونقلو كيما نعرفو العقاق نخافو يولو يتحرقو، تنقصي من بعد تنقصي للنار كامل وتغميها. هذا هو السر، أنا هذا هو طيابي، نحب نطيب على نار هادئة، يعني وتجي معسلة. دوك شوفوا في آخر لا فيديو تشوفوا هنايا ال كيما يقولك تشوفوا لاصوص كيفاه تجينا معسلة، تجي ما شاء الله. نغطوها ونقصوا النار كاملة، ومن بعد قيس 5 دقايق هكذاك، من بعد نزيدو من هذاك الماء سخون قيس فنيجل تاع ما، ونديروه داخل هذيك لاصوص، وندخلو النار على نار هادئة، ونعاودو نغمو هذيك الكسرونة، ونخلوها يعني كيما يقولك يعني تتكرمل، يعني تزيد تتعسل. شوفي هذيك لاصوص لاصوص هذيك شغل تتعسل لنا. هنايا من جهة واحدة أخرى حكمت هذوك البطاطا، درتلهم البيض وحشيتهم بهذيك الحشوة. علاش درنا لهم البياض؟ باش كي نروحو نقليوهم ما كيما يقولك ما هذيك الحشوة ما تخرجلناش على البطاطا هكذا كيما رانا نشوفو هنايا. هنا كيما قلت لكم البطاطا باش تجيكم هكذا شابة ومحفورة بيا، تحكموهم غرفة صغيرة هكذا وتبداو من الوسط،
تبداو من النص وتقعدوا تقطعوا بشوية بشوية بشوية، يعني وتجيكم هكذا محفورة شابة ومتحوفة هكذا كيما رانا نشوفوا هنايا، ونعمروها بالحشوة ديالنا هكذا. وزاكي الله يبارك شحال زاكي هذا الطبق، يعني يعني يوكل العايلة الله يبارك. هنايا من بعد نزيدو ندهنو هذه البطاطا المحشوة، ندهنوها كيما يقولك من البايض تاني هكذا، باش الحشوة كيما يقولك تزيد تحكم روحها هكذا. صدقوني يا البنات سمحولي هنايا الفريك اللي درناه لداخل، صدقوني يجي ما شاء الله، يعطي البنة او ميم طون كيما يقولك ما يجيناش تقيل كيما الرز، فهمتوني هكذا كيما رانا نشوفو هنايا. من جهة واحدة أخرى رحت طليت على هذيك لاصوص، من بعد أنا درتلها قلتلكم فنيجل تاع ما. شوفوا هنا لاصوص كيفاش ولات كيما يقولك معسلة، شوفوا البصل كيفاش دابلنا كامل هكذا. شفتوا هنايا حبيت نفهمكم باللي كي درتلك فنيجل عاودت غميتها وخليتها حتى يذوب هذاك البصل. من بعد مرقت بالماء سخون، وكي تمرقوا ما تمرقوش بزاف، يعني كيما يقولك الماكلة إلا كترتي فيها الماء ما تجيكش بنينة. هذه هي الماكلة كي تكون بنينة لازم لك تنقصي النار على نار هادية، ولازم تطيبيه بالماء سخون. هذه هي. من جهة واحدة أخرى حكمنا هذيك البطاطا المحشية وقليناها كيما راكم تشوفوا هنايا هكذا نقلوها، يعني كي نقلوها تزيد تعطي واحد البنة ما شاء الله. حبيت نقولكم حاجة البنات، ماذا بكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كامل الجديد ديالي، وكترونا شوية من الإعجاب. هذه هي، وأجركم على الله هكذا. هنايا من جهة واحدة أخرى كيما نقولك رانا نقليو في هذيك البطاطا، وتاني هذيك لاصوص. شوفوا هنايا كيفاش راني دايرتها على نار هادئة، يعني هادئة نوعا ما هكذا، باش الماكلة البنينة لازم تنقصي النار لازم. هذه هي. هنا هذا الطبق تقدري باغ اكزومبل ديريه بصوص روج، تقدري ديريه بصوص بيضاء كيما حبيتي، تحبي طيبيه في الفرن، تحبي تعاودي هادو الحبيبات تعاودي ديريهم في الكسونة هذيك، ولا كنتي مزروبة ولا وديريهم داخل لاصوص هذيك فوق النار، تاني يجي بنين روعة. يعني كيما نعرفو تاني يعني الطياب كي يكون في الفرن تاني يجي بنين، يجي ما شاء الله. باسكو علاه كيما يقولك في الفرن تاني الطياب يكون كيما يقولك يكون شغل يطيب بعقلو، مش كيما النار كي تكون قاوية هكذا. وكيما يقولك وتاني هنايا الحشوة لداخل شغل تجيك مشمخة. علاش درنا الزبدة ودرنا الصفار تاع البيض، الصفار تاني تاع البيض يعطي واحد الهشاشة ما تأمنوش راسكم. هذه هي. هنايا جبت هنايا هذا المول، بون لا عندك مول تاع الزجاج اللي تغطى يعني ماذا بيكم، لا ما عندكش ديري ورق طهي وورق ألومنيوم هذا ما كان. نحطوا الحبيبات ديالنا هنايا، شوفوا هنايا شوفوا كيفاش راهي طرية تجي ما شاء الله، يعني سيوها البنات أكيد يعني راح تعجبكم بإذن الله. هنايا باغ اكزومبل حبيتي ديري انايا باسكو علاه افراد العائله غير شويه ماشي حاجه، هنا حبيتي ديري فخاد ديري يعني انتي وما حبيتي، باغ اكزومبل جاوك ترياف ولا كيما يقولك ديري الفخاد ديري هذه هي، وديري هادو الحبيبات وصدر تستعمليه لهذه البطاطا تحشيها تاني تجي طبق يحمر الوجه هكذا. بيان سور أنا الحميصة كنت درتها مع الآخر بيسك علاه أنا الحميصة مطيبتها، إلا كنتي نتيا الحميصة كيما يقولك مشمختها برك ماكش مطيبتها لازم ديري الحميصة في الديبي. وكيما نعرفو هادو لي صوص كامل يتمشاو مع المعدنوس على بالكم كامل يعني هكذا كيما راكم شوفي هنا لاصوص كيفاش جاتنا صفر الله يبارك،
وعاقدة يعني وكي تزيد طيب. وتاني ما تكتروش الملح تاني، الملح راهو عدو للماكلة، إلا كترتي الملح عارفة تجيك مالحة ما تقدريش تداويها، مي حاجة مسوسة. هذا هو يعني الشكل النهائي تاع هذا الطبق. شوفوا الله يبارك الشهي ما شاء الله، والله صدقوني يا البنات جا يعني شكلا ومذاقا. إن شاء الله تسيوه وتنجحوا فيه. هذه هي، وشهيتكم في الجنة البنات. هذه هي. وكما يقولك ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وكترونا بالإيجاب هكذا البنات. وتهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.